استني متقلبيش، انا لقيت لك الحل الجهنمي اللي هيريحك في العزومات. وحتى لو بتعملي اكل جوه بيتك، صلي على الحبيب وحطي اللايك وتعالى اقول لك. الصفايه دي اساسا مصنوعه عشان خاطر الشاي الكرك. بيحطوا فيه توابل الشاي الكرك وبيحطوها جوه البراد. هي مصنوعه كلها من ماده الستانلس ستين وما بتصديش نهائي. وعلشان خاطر معروفه ان جوزك ما بيحبش الحبهان، دايما الحبهان بيجيله في الرز بتاعه. عشان كده احنا هنحط كل التوابل بتاعتنا جوه الصفايه دي. هنحط قرفه، هنحط حبهان، ممكن نحط كمان قرنفل. وهننزلها كمان في الشوربة اللي هنعمل بيها الرز البسمتي. بعد كده هنطلعها، مش هنحتاج نقعد ندور على التوابل. هي تطلع بالتوابل بتاعتها وبتنزل في الحلة بالطريقة دي. وليها حلقة من فوق ممكن نعلقها على حرف الحلة. هي حاجة صغيرة بس نينجا في المطبخ. وكمان حجمها كبير جدا من جوه، يعني ممكن تاخد توابل كتير. ممكن كمان نحط اللومي المجفف، بس انا ما كانش عندي لومي مجفف. وممكن لو بنعمل شوربة بليمون ممكن نسقطها كده زي ما هي بالتوابل بتاعتها. فكرتها جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وهتريحك جدا في المطبخ. لو جربتيها قبل كده قولي لي رأيك فيها. لايك وكومنت وشير، سلام.